خزيانا ميقرأ شلام عموخن كلدو كتئيتن صورا تاويتن طوتا وبسيموثا بهاوخ عموخن وآها خلقتا خثتا من خرزة السواذا ديلنايا سقبلغ قاوة تري أرخي إيلون عليمة مخبطانة وكشيرة من بنونة عنكاوة أرخى قمايا إلى يذعايا تليخي جو يتر جو زودة من خا مصعى يذعايا في أكثر من وسيلة إعلامية هاوت إلى ميقرأ فابيان نويل قائم حاليا إلى مشتعلانا برسقالة أو راديو عنكاوة إلى خمن شثاسة أو خوباطة بث سماخة دعليمة عنكاوة نادي شباب عنكاوة قبل خلق بشينا عزيزة أهلا وسهلا سيدي شليمون أهلا بك رابط بشينا أهلا وسهلا أرخى تريانا أباون إلى خا عليما كشيرة مخبطانا مذينايا ناشط مدني وأب ويلي عاوذا جو خقلة أو قغلة مجالة يذاعة بيتر من خا مصعى بيتر من خا خقلة إلى ميقرأ ريبين حكيم قبل خلق بشينا عزيزة سامي قاري رابي رابط بشينا بسيمة قم خمثخا كريا قبل مدة قصيرة شو راد يرخط أسرة ترى البي أسري وتري مزو يخلع عنكاوة تخارة غذشتها بشلا مذعيثة أخرستاقة قضاء وبشلا مريزة خا زوياخة رشمايا عمايا بريشة بأها بورسة بيذ قيوموثة عنكاوة مقامية عنكاوة أبخنن أخ أها خرزة سواذا ديلانايا وأخ أفيريثة عراقيثة سوريثة مخبلا من دي قمايا مقروة خشلامة إقارة ختحية طلوخن أخ عليمة مخبطانة كشيرة من بنونة عنكاوة قد مغزخ مائت مقروة تعمى وتا عنكاوة وتا أنا آرة يذاعايا ومردو ثانايا ومذينايا قوانايث وهرداد أنا إلى خمشة وتبتا زرتا أمرخا شلامة تحبة ويقارة تعنكاوة ناشد عنكاوة مشتعلانا شوث آسة ومطكة سياثة مشام ذينايتي لقاوي بماني مشارخ ماتو مخشوخ خشون خاصخ ماني اللي بشرابه بعمره ماني يقروثخ ميقرا فابيان مشارخ نبدي معاك بالمناسبة حضرتك طلبت أنه حديثك يكون بالعربية أنا دائما أقول أنه اللغة هي يعني جزء من هوية كل شعب أكيد وكل شعب يعتز بلغة الأم اللغة الأم لشانا يمايا بنفس الوقت هي وسيلة تواصل وتفاهم وأخذ وعطاء بين البشر وبالتالي لإيصال الفكرة أبن آها خرزة يعني أو برنامج جديد إلى بلشانا سوريايا لكن لا بأس أحيانا أوضخ حكمة استثناءات بعض الاستثناءات قضيف إن قبيل اختار إنه حاكم عربي قد مش منطيلة فكرة دي فلا بأس نتكلم باللغة العربية طالما هي وسيلة تفاهم وإيصال فكرة. رابص باي أخت ميريم يقروثك كما قلت إنه حاليا مسؤول راديو عنكاوة نعم. اللي هو أحد مؤسسات أو نشاطات نادي شباب عنكاوة نعم. قبل هذه مشتغل حضرتك بأكثر من وسيلة إعلامية أتصور نعم. يا ريت لو تقدم للمشاهدين الكرام فد نبذة عن الوسائل الإعلامية اللي عملت بها ونشاطاتك في هذه الوسائل ثم نتحول إلى راديو عنكاوة ونادي شباب عنكاوة وحيثيات التأسيس. نعم. بداية كانت البدايات سنة 2003 عملت كمحرر صحفي في عدة صحف في بغداد منها الصباح والصباح الجديد والأديب والفرات ككاتب مقالات وأكتب أبيات شعرية أو خواطر أو قصص قصيرة. 2007 أو 2008 بديت العمل كمخرج في قناة عشتار الفضائية في عنكاوة بالضبط في عنكاوة لمدة 13 سنة ل 2019 كنت مخرج منفذ وأيضاً عملت كمراسل حربي في تغطية أحداث تحرير سهل نينوى والموصل. بنفس الوقت هذا تزامن أنه عملي في راديو عنكاوة سنة 2012 منذ التأسيس يعني من المؤسسين لراديو عنكاوة. لراديو عنكاوة بالضبط ولحد الآن ما زلت مستمر بالعمل في راديو عنكاوة. 2019 عملت في راديو مريم كمعد ومقدم برامج وكمخرج أيضاً ومونتير ومراسل. ولا يفوتني العمل في راديو السلام 2014 راديو السلام اللي هو كانت تدعمه منظمات فرنسية
فأيضا عملت هناك كمقدم برامج، وأيضا مراسل حربي هم اشتغلت، ومونتير. ولاحقا تسلمت إدارة راديو السلام لحد 2019. راديو السلام اللي هنا بعنكاوة موجود؟ راديو السلام هو موجود في مؤسسة بابلون في عنكاوة. نعم في عنكاوة. أي. وحاليا بقيت على راديو عنكاوة اللي تسلمت مهام العمل فيه، وبدنا نعمل على تطوير البرامج وتطوير الإذاعة. إذن هي فعلا مسيرة جيدة من العطاء، تجربة جدا حلوة. نتمنى لك أنه تستمر فيها بكل التوفيق والنجاح. وقبل أن أنتقل للأخ ريبين، يعني أيضا في شيء قصير إذا قدرت لأنه راديو عنكاوة هو تابع لنادي شباب عنكاوة، فنبذة عن تأسيس النادي، يعني شو وقت تأسس، حيثيات التأسيس، الحاجة، إذا أكو أسماء تحب تذكرها حتى أنه نوجه لها تحية تقدير واحترام. بالضبط. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هو إحدى منظمات المجتمع المدني الموجودة في عنكاوة. تأسس في 19/9/2002. اجى هذا التأسيس لحاجة المكان أو المنطقة إلى تجمع شبابي يجمع كل أبناء شعبنا في مكان واحد. نعم. فكانت ضرورة وجود هذا النادي اللي تبنى كثير نشاطات منذ تأسيسه لحد الآن. من هذه النشاطات كان أنه تأهيل الشباب، مساعدة الشباب في الانخراط بالمجتمع، التعاون بين منظمات المجتمع المدني الموجودة في عنكاوة من خلال النادي، ويحتوي على عدة مرافق حيوية. يعني عنده قاعة، عنده حديقة، عنده صالات، عنده مرافق أخرى. فيعني يستثمر هذه الأمور في خدمة المجتمع والشباب بصورة خاصة. جميل. وكان عنده نشاطات كثيرة يعني خلال هذه السنوات. منها أول شيء كان أنه مساعدة النازحين وقت اللي صار بداية التهجير القسري لأبناء شعبنا من سهل نينوى 2014 بالضبط. فالنادي كان له دور كلش كبير في أن يحتوي أعداد كبيرة من العوائل في ساحة النادي، وتوفير الباصات والأكل والشرب على مدى أيام لحين ما أنه رتبوا أمورهم. وتبنى كثير نشاطات في قاعات النادي، منها سلسلة حوارات، منها مهرجانات، منها حفلات، كثير أمور. وما زال طبعا حاليا النادي في طور شلون أقول لك، يشهد فتح حالة عمرانية جدا رائعة. يعني يمكن خلال سنوات ما شهدها النادي مثل ما الآن يشهدها، اللي هي تطوير البنى التحتية له وتطوير القاعات والساحات. ويشهد حاليا يعني عدة نشاطات تصير على ساحة النادي، وما زالت أيضا مستمرة هذه الأمور. فيعني شيء جميل. الغاية أنه يعني ندعم شبابنا. أكيد هدف طبعا سامي وجميل، ومن ثم أنه راديو عنكاوة أيضا وأحد نشاطات النادي. راح أجي عليه شوية بالتفاصيل عن إن شاء الله. راديو عنكاوة في سؤال لاحق بهذا الحوار. تمام. أنتقل أخونا ميقرا ريبين حكيم أبا ميقروثخ، يعني مقروض طالم خمن هرتا خشرح بود أمرخ شت آسي وذعاية مشارخ بالوسائل الإعلامية أنا دبلخلخ قاوة وما إيوه يعني بلاطة نتاجات شوتة بياثا مساهمات ديدوخ خلال داي فترة فتلقتها، يعني خشرح تعريفي بنشاط بمؤسسات ونشاطات أدوية بتقاوة هم يقروض. نعم. شو رايا شلامي طالوخ وطالت عزيزة فابيان طالت كلهم فرجانا داثريت عراقية سورث. أنا بداية بلاختي قاود مجال الصحافة والإعلام إنه بالخوالي قاود كلشت مرضو ثقل ديتا شعت تريبو تشا بداية بلاختني أوا قاود أي مجال. إلبن باي فترة بلخلا اللي خاو فيلم وثائقي ودنا اللي عنكاوا خا أي فيلم يعني من أقدم أفلامي اللي موجودة اللي بشكل وثائقي لعنكاوا بشمل عنكاوا علق وعطاين دائم من إنتاج فرقة دوريا وتكنشر المرضى ثقل ديتا. بعثر ديخ ويري قاود أنا يعني بينو يرنا قاود مجال صحافة مش كبيرة فبلخلي من عنكاوكم شوبها موقع عنكاوكم على الانترنت. نعم. إلى موقع رابر ويخا وإلى بمثابة وكيلو في الطبة بالضبط. يعني. موقع عنكاوكم أي موقع من أقدم مواقع إلى بلخي قام مجال الصحافة شعب ديدن، وأي موقع يعني المنبر الحور وقاوي نشري وكل كتاب. فأنا تريبو خديسر بدي ببلاخة منه قاود وادة تغطية أخبار شعب ديدن مؤسسات. بعدين شقلي محور آخر بلخلي إلي تقارير ميدانية و يعني إبراز القضايا مجتمع
ومطبوي الناشط المسؤولين طالت بلخو له بشكل أوسع باثر ديخ إنه قسم خلينا كبيرة بلخلي جابة أيدي له نازحين عني نعم إنه بيشتوا يعني مهجرة ومبلطة من بثواته دسهنينوا من أوائل الصحفيين وهم كرر اللي أخذنا تغطية أخبار ديدو تخطيط معني مدارس مجتمع مدني بلخلو اللي قاعد مدارس عنكاوة كمت يودو بداية بعدين إيتا بعدين بشن كمشين بلاخة ومطبوي قالوا وساعدوا قالوا قاعد مجال وملفت هجرة كبيرة بلخلان اللي بعدين بلخلان اخني لد مجلة قالد عليمة صوت الشباب أي مجلة يعني تجربة كبيرة جهة الإصدار يعني مركز القامش للثقافة والفنون شلامو يطلع طرابي سعيد شماية من شت السنة إن شاء الله أكيد صحة إيوة خار خابة وقدا خرزان أكيد رابي سعيد خا دور مهم سوال طال الدعم أخي جدا الشباب كلهم جامعة والن ودعموا والن إنهم شجعوا والن تتكسو طالت أخني شغلوا أي تجربة عنو بلخلو إلا سابقا فخطجربة كبيرة غنية سواء عن قاود أي مجلة اللي بان ربطه قال عليه مديدا منت قال ناشئ يعني رابط للخبرة زايدة علينا يعني مثلا سواء عدة لقاءات من ناشئ يعني شباب له شميل ولكن احنا خلال المجلة اللي بان مطبخ للشباب رابع عشر ملحم خام اللقاءات بقياثة أكيد صبرة وكاثوة أكيد شلون يقارن طالع خام لقاءات كبيرة يعني أنا نقاي وبسيمية وإنه ودي لقاء من إنه رحلة في رحاب اللغة من الأكادية السريانية يليبن مطبق جوان جديدا تاريخ اللغة ميكيلة يعني لقاء كبير غني وبش نشيرة كبيرة شباب ليش دي ومن ديان مثلا من خلال أوجل من ديان نقل خطوة طالوا تجربة ودخل تقارير ميدانية اللي توقع الشباب أني تقارير آثيوة كبيرة غنية بحيث أنه قضايا طرح أخواله قضايا زواج قضايا شبابية سكن دراسة فبشي دراسة ودائية مهمة يابا باثر ديخ قاوت جريدة بيت عنكاوة جريدة بيت عنكاوة أي أول جريدة لا بشلا إصدار وتقاوت عنكاوة وش كله شمد عنكاوة جهة الإصدار جمعية الثقافة الكلدانية كلشتو المردوثة كلديتا شلون يقارن طالس الجنان أي ريشان التحرير ياوا فخامنة يعني كتاب جريئين وكتاب سجنان اسواله أكيد إلى شما إذاعة اسم معروف أكيد دور اسواله كبيرة بنجاح أي جريدة ودور اسواله كبيرة طالت هيابة أنا هم سعدالي ومطبيالي اللي من أني كتاب يعني بيشن هايلو مستوى قاود كساوى قاود مجال الصحافة فهم نشرين قاود جريدة بيت عنكاوة مقالات نشرين قاود تقارير ولقاءات وتجربة كبيرة غنية اسمعنا هم قاود جريدة مشاركات خلنا انه اسمعني مشاركات قاود فيلم وثائقي هم الدور الحاضري ناشط عنكاوة من فضائية قليب كردستان كما أدوى لإعداد أردلان عزيز يعني يداعى تري جزء باش نشيرها بتفاصيل قالوا لشان كردايا لشان لغة كردية أي مهمة ويلبن مطبخ كبيرة من ديان التجارب والدخل كمرينا أي من ديان غني قاوي من ناحية الحضارية هم ناشي غدروانا قالوا لشان كردايا فهم مثلا مشاركة خرطة قاو كردستان 24 اللي هم أثيريثة بالضبط اللي فيلمت عنكاوة هم وثائقية وإثن كبيرة مشاركات خلنا طوتها منطقة يعني صواثة قضايا أدعمن أب بلشانة خلنا أبقوا مصايت إذاعة خلنا رابا صواي بس ما كانوا خمي قراريبين إذا أبات إيوت الخيشة بغدا ما زلت مسيرة من العطاء طوته وبسنته وبخيل ترى نتمنى لك أيضا من تثقاوة وأنا بكالم ديرن اللخ جيبت خنقصة يعني أحب حاكخ قاوة أنا أخذ يذن يوتوم يقروث خامن الشباب المؤسسين لأمرخ كوناشا ين جروب ين مجموعة يدا بيد من أجل عنكاوة جو فيسبوك أكيد دير لي كالخ قصة جيبة دي هذا مشان المدري خي خيت العزيزة يقرأ
فابيان أخ مشتعلانة برسقالة راديو عنكاوة. نعم. هذا برسقالة قوانايف الإذاعة بشكل عام. نعم. مثل ما نعرف هو من الوسائل الأولى والقديمة في الإعلام، يعني ربما جاءت بعد الصحافة الورقية. نعم. يعني حسب معلوماتي بدايات القرن العشرين، يعني 1900 ويحضرك اسم مخترع المذياع، أنا ما يحضرني بصراحة. إيه بس كانت يعني بداية القرن العشرين. طيب. اليوم مثل ما تشوف حضرتك إنه وسائل الإعلام طورت تطور هائل. نعم. يعني بعد ما بدأ التلفزيون ثم أصبح فضائية، أقمار صناعية، ثم وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. الفيسبوك وإلى آخره، والتيك توك وإلى آخره، قبل أكل يوتيوب. هذه كلها أولا أسهل في وصولها إلى المتلقي. نعم. ثانيا أسهل استعمالا. ثالثا أوسع انتشارا. طيب في ظل في خضم هذا الكم الكبير والمتطور من وسائل الإعلام، من فضائيات إلى تواصل اجتماعي، كيف دا تستطيع الإذاعة بشكل عام وراديو عنكاوة تحديدا أن يثبت وجوده ويستمر ويقدم ويكون عنده مستمعين ويكون عنده جمهور؟ نعم. ما أعتقد الراديو يعني أو أي إذاعة، خاصة إذا كان عندها باع طويل من العمل والإنتاج خلال سنوات كثيرة، أنه يتأثر بالثورة التكنولوجية، لأن دائما الراديو يبقى عنده مستمعي والناس اللي تحب دائما. من هذا المنطلق تتواصل. أنه عنده مستمعين خاصين به، من هذا المنطلق ما أنه ما يتأثر. بالضبط، ما عدا الخاصين به، أنه أكو تنوع. مو أنت شلون تبني إذاعة ناجحة؟ أنه تنوع بالبرامج. كل ما يكون عندك تنويع بالبرامج، كل ما تلامس دواخل المتلقي، تعرف أنه الناس شو تريد شو تحب، هو هذا تكون على تواصل وياهم حتى من خلال الإذاعة. بالضبط. ممكن أنه تتفوق على المنصة الموجودة على السوشيال ميديا. فراديو عنكاوة يعني ما أقول لك أنه دا يحاول يحقق هذا الشيء، وحقق كثير أشياء يعني من خلال هذا الشيء، لأنه راديو يعني تشوف عنده مستمعين وعنده متابعين وعنده برامج منوعة وعنده برامج هادفة، وراديو أنه شايل اسم عنكاوة كلش كافي. أكيد طبعا هذا الشيء. فالجمهور جميل. يعني الجمهور الأكثر اللي متابع للراديو هو من سكنة عنكاوة، أهالي عنكاوة. فشي يريدون من عندك أهالي عنكاوة؟ يريدون أنه دائما توصل لهم أخبار جديدة بخصوص المنطقة، بخصوص الأمور العامة، أمور مجتمعية، يعني تكون على مواكب دائما للحداثة اللي موجودة بالمنطقة، ومتابعة للقضايا ذات العلاقة بالضبط. بحياتهم بالضبط. اليومية بالضبط. مثلا. أي، وتتناول كثير أمور بحيث تكون قريب على المتلقي أنت، حتى المتلقي دائما يحس أنه أكو تجديد بالإذاعة. فأنا برأيي أنه الإذاعة ما تتأثر يعني بحداثة واحنا أكيد هذا اللي نتمناه طبعا، تبقى محافظة على والتطور. مستمعيها ومتابعيها الكادر اللي معك إذا تحب تتحدث عنه، الكوادر اللي عندنا طبعا هم كوادر شبابية فعالة وعندها خبرة حلوة واشتغلت ويانا سنين وما زالوا قسم من عندهم يشتغلون. وتحياتي للكوادر السابقة اللي عملت معانا والإدارة السابقة، كلهم شباب أدوا عملهم وأدوا دورهم بصورة صحيحة ومتكاملة. وأكيد هي رسالة أنه إحنا همينا نأدي هذه الرسالة ونسلمها بطريقة حلوة ومهذبة للناس اللي راح تجي بعدنا تستلم هذه الرسالة، حتى دائما تقود هذه المنصة إلى خلينا نقول مراحل النجاح إن شاء الله. فعندنا كوادر متمكنة، يعني عندنا مخرجين ريبين عسكر العفو، ريبين الحكيم موجود ريبين تحياتي لريبين أيضا إعلامي متمكن لهم دور بالإذاعة كلش كبير. وعندنا مخرج ديلفو علي بيك أيضا، وعندنا مذيعين مقدمين برامج، يعني عندهم برامج يقدموها صباحية وبرامج مسائية وبرامج منوعة بالسورث وبالعربي. ردت أسأل لغة الإذاعة سورث وعربي؟ سورث وعربي. حاليا نسعى إلى برامج ناطقة باللغة الكردية. إضافة تعتبر هذه أيضا بالضبط طبعا. يعتبر مكسب للإذاعة كلش كبير، بما أنه أنت عايش بمجتمع هو مزيج من كافة الطوائف والقوميات، فإذا لازم تواكب هذه الأمور كلها. أنا ذكرت قبل شوية أسس النجاح. بالضبط. إن إيصال قضيتنا إلى المكونات الأخرى باللغات الأخرى شيء جميل. بالضبط. وتعتمد على كثير أشياء، أنه لا تظل محصور في وسط معين. يعني إحنا الإذاعة مثلا تطلع مرات خارج نطاق عنكاوة، نروح إلى سهل نينوى، نروح إلى الموصل، نروح إلى مناطق التواجد الإيزيديين، المخيمات، الكامبات. هذا أيضا ينطيك طابع حلو للإذاعة، أنه تنطيك شمولية للعمل، تعزز مكانتها بين المتلقي وبين الجمهور. عندكم نافذة التواصل المباشر، برامج مباشرة مع الجمهور
اسئله اجابات عن موضوع معين لو ما بالضبط. بلي عندنا برنامج راديو كافيه تقدمه البنت الشابه الاعلاميه روزاليا حنا، اللي هو يستضيف نخبه من شباب عنكاوه اللي عندهم مثلا مشاريع شخصيه هم كونوا نفسهم. هو برنامج محفز للشباب انه يشتغلون، ينطون، ينتجون، انه ماكو شاب يقول لك انا عطال بطال، لا، ينطيك حافز كلش قوي وتجارب شبابيه حلوه. نفتح الاتصالات واكو ناس تتواصل ويا الضيف ويا البرنامج، ويعني يصير تواصل واسئله واجوبه. اضافه انه عندنا برنامج رياضي بالتعاون بين نادي شباب عنكاوه الاجتماعي ونادي اكاد عنكاوه الرياضي، يقدم الاعلامي هدير كنده، ايضا يستضيف نخبه من الرياضيين والاعلاميين ويواكب اخر مستجدات الرياضه والانديه والالعاب. وعندنا برنامج صباحي ايضا، برنامج منوع يقدمه شباب اثنين، ايضا بفقرات منوعه وبضيوف وبتقارير، اضافه جميل. الى التقارير الميدانيه اللي تجريها الاذاعه بين فتره وفتره ولقاءات، ويعني شيء جميل فعلا. وتمنياتنا اكيد بالتوفيق والنجاح والمزيد من الانتشار. تسلم عزيز. ان شاء الله. تسلم. عزيزة ريبين دارن لو نقطة جروب يدا بيد من أجل عنكاوة. إن ما حكيته بهاسة هو كريثة دقيقتين ممكن شمخ لدها إن كبت توضح أكثر وكبت شوق إخلا بعد الفاصل شغله فاصل ورجعوه دخ كبت شاف رابين يعني ابن حاك هو اللي دا وشغله فاصل. طيب. طبعا أنا بالبداية يعني قصدي العفو ليلة مقاطعة أخني إلى حوار شمت برنامجين، يعني حيثيات التأسيس، الأسباب والأهداف. نعم رابي، الأسباب والحيثيات التأسيس إنه أي تراكم دبريلة قاوت من المشاكل ومن الأخطاء قاوت إدارات سابقة ضد عنكاوة، إنه أي شغل بيش تأسيس أي مجموعة من شباب، يعني سلبيات مصاعب. أكيد إنه فترة من فترات بريل توسع عمراني كبيرة قال المدينة، ويعني لابن يرقى التفاصيل ما واكبت الخدمات الأخرى أو ربما وليس بس خدمات، ولكن هم كان يعني هم أخطاء كبيرة، تراكمات، نهش الأراضي، شباب صاروا مطالبات، أزمة سكن، لبشوة أراثة، يعني كل من ديانة شغل الشباب طالت حيابه وهدي دفاع عليه ماثو لأنه أخني أي دكثني لا أكيد. يعني إيوان جربت التراثة محاولات إصلاح أيون المحاولات سابقة المجتمع المدني كثوي وناشف إسوخ فراغ أنه دور الشباب، فجمع له مجموعة من الشباب اللي بعض النقاط اللي حكي له بيش طرح أكثر من موضوع لازم هاي لنخا جهة أو مجموعة جمعة لنتد هاي من بلخو اللي تعني قضايا تحت عنوان وكلنا نتفق لأنه بفكرة إيدا بيدا أنه طالت بلخو طالت عنكاوة، لأنه عنكاوة من جمعاني ثاني لو كلنا لا بزخني يعني من كل مثواثا من كل ديناثا زيادوا ببطرة ما تبريد وحداث قاعد بغداد قاعد موصل بدون خنة ناشي ثيلو تآخر هم أي من دي يعني بش مسؤولية بريرة الشباب طالت مخوي عنكاوة هي بخصورة بش خليثة بش جلبي عني اخطاء بريالو لازم بيشي معالجة جويدة عني راث الزلو لازم هدو خامندي مسم خو البج لا ازي هاي بين بالخو بش كبيرة اصوى دور كبيرة الشباب من دي طبعا تجربة يعني ديدا بيت تجربة جدا صعبة ياوى عقان كبيرة عسقبات كبيرة ياوى، ولكن يعني يكون على الثقة رابي انه اصرار الشباب ويعني ثقافه ودخ كمريلا دراية ديدو قاود دخل دي دفاع عن القضايا وحرص ديو قاود قضية ويليبوا مطبي كبيرة من أهداف معطي له وداش حاليا يعني مستمر له بلاخة نفس الأهداف، ولكن الثمار بش كبيرة له. وأي تجربة هم بيش نحكي له قاود مدينة خلنا بني عمن تجربة ناجح ياوى من شباب وأنا من أي منبر موجه إسلامي طالج أنا جوان كله أنا ودو تحمل مسؤوليات كبيرة من دياني الصعب شقلوا قرار الزحمة اللي أبو بلطي يعني حاكي بشارع قاود فضائيات قاود كثوي ودي دفاع على قضية ديدو، فأي تجربة يدا بيد يعني
انه خازنا تجربه عزيزة رابان كذا يقرأ حكيميني أنا برصو بايث أخ عوضة بحقلة يذاعة في مجال الإعلام بيونا أخو سهدوثة شهادة إنه إيوة تجربة ناجحة بس ما قرأت هذا شكله خباصولة فاصل كريا ومدري دارخ خزينا يقرب هاوخ عم خباصولة كريا مدري بدارخ عموخن هاويتون عمان ندري ديارخ عموخن خزيانا يقرأ وأها سهمة تريانا من أها خلقتها الخرزة السوادة دي لنايا كد أرخن إلى تري مخبانة كشيرة جو عنكاوة يذعايم يقرأ فابيان نوئيل ومخبانة مذينايا وأبعوذة جو خقلة يذاعة أم يقرأ ريبين حكيم مدري شينا بقوخو ديرا من يقوثخ عزيزة فابيان أنا شدن بيت حاكم بعربي بس يلي قاوة خدشك ودخله أيضا أبقى عند راديو عنكاوة نعم. يعني من أسس نجاح الوسيلة الإعلامية بشكل عام وراديو تحديدا أنه من كما طبيعة البرامج المقدمة من ترى أخذ وضوء إشارة كما أشارت حضرتك الجمهور نعم. تفاعله تلاقيه فما طبيعة جمهور راديو عنكاوة الشرائح وبالتالي ثم لاحقا طبيعة البرامج اللي تقدموها واللي كونت لكم هذا الجمهور نعم. الجمهور طبعا أكيد بالدرجة الأولى بما أنه الراديو داخل قضاء عنكاوة فأكيد أكثر المتابعين هم من سكنة عنكاوة أو مواطني يعني عنكاوة. المدى مالته ايش قد ضمن القضاء لو ما يوصل شوي بالأطراف يعني المدى مالته يوصل مشارف شكلاوة جيد يعبر بحركة يعني أعتقد عنده فد مسافة طويلة من البث يعني يقدرون الناس يستمعون إليه تمام ولكن إذا تجي من ناحية الجمهور اللي يستمع للراديو فهو أكيد الجمهور اللي يعني الساكنين في عنكاوة بالدرجة الأولى طبعا عنكاوة. وثانيا عندنا ابلكيشن اللي هو على تقدر تطبيق تنزله انه من اي مكان بالعالم تقدر تسمع الراديو فهذا ايضا طبيعي. فد شيء يدعم الاذاعه أكيد. للمستمعين وايضا اكو جمهور مستمعين من الخارج يعني لان تعرف انه اكثر يعني اغلبيه اهل عنكاوة مثلا مسافرين السويد بالضبط فيستمعون من الخارج يعني مرات يعلقون او يدزون مسجات او فد شيء من السويد اكثر شيء وعندنا مستمعين من عموم العراق يعني اكو من البصره يستمعون اكو من بغداد يستمعون من خلال هذا التطبيق بالضبط عن طريق الابلكيشن يعني توصلنا مسجات ورسائل طبيعه البرامج حكيت لك عليها انه عندنا برامج منوعه وعندنا برامج شبابيه رياضيه وعندنا برامج رياضيه عندنا برنامج طبي ايضا يقدمه الدكتور سامر دديزه تحياتنا له كل جمعه اللي هو يستضيف نخبه من الاطباء الاختصاصيين المتمكنين يتناول فد موضوع معين ايضا يصير تفاعل بالبرنامج وعندنا ايضا برنامج الطب البديل يقدمه خبير الاعشاب تحسين برواري ايضا كل يوم اثنين فهذا ايضا عنده فد جمهور انه يتابعه تعرف انه كل برنامج لازم يكون عنده جمهوره الخاص حسب الحاجه للمتلقي انه شلون يتفاعل ويا طبيعه البرنامج. احنا ايضا عندنا منصه الفيسبوك اللي هي راديو عنكاوة طبعا نبث من خلالها الحلقات المباشره كلها لايف تطلع على السوشيال ميديا وايضا نرفع التقارير اللي نسويها الميدانيه بخصوص موضوع معين يصير بالمنطقه يعني مواضيع عامه سواء كانت اقتصاديه حكوميه مجتمعيه حالات معينه ننقلها من خلال الاذاعه فايضا نرفعها على الصفحه ونواكب اخر الاحداث فهي طبيعه الجمهور وطبيعه الاذاعه. طيب كاذاعه اولا ثم كنادي نادي الشباب عنكاوة نعم. أكيد هذه النشاطات وبضمن الإذاعة تحتاج إلى تمويل يعني مسألة طبيعية جدا نعم. فعندكم دعم يعني الاحتياجات المادية شلون تلبوها سواء بالإذاعة أو بالنادي؟ طيب أول شيء أوجه تحية كبيرة للهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي الآنسة داروين شمعون اللي هي رئيسة النادي تحياتنا لها. تحياتنا لحضرتك. تحية لأعضاء الهيئة الإدارية كلهم يمكن ما يحضرني أنه أذكر جميع الأشخاص هم شباب فاعلين هم شباب أسميهم أني وقود النادي والإذاعة خاصة في هذه المرحلة في هذه الفترة تواجدهم حضورهم دعمهم للإذاعة بشكل يعني كثير أنا بالنسبة لي أشوفك يعني فالجهد جدا رائع فالتواصل جدا حلو. جميل. بالنسبة لتمويل الإذاعة النادي يعتمد على عدة مرافق يستثمرها يعني ماليا
فمن خلالها انه يمول الاذاعه. يعني استثمارات النادي يعتمد يعني. على تمويل ذاتي. تمويل ذات واستثمارات. بالضبط. فمن ضمنها انه يخصص مبلغ للاذاعه يمشي امور الاذاعه به. فيعني هذه ما عندكم معوقات من الجانب المادي، يعني تمشي الامور سواء النادي او الاذاعه؟ يعني الامور تمشي اذا انت تريد من ناحيه الجانب المادي، اذا تريد تطور فد شيء تسوي الاذاعه فد شيء بروفيشنال اكيد تحتاج للماده. يعني اكيد لازم اكو فد دعم كبير يكون للاذاعه. لكن بالنتيجه انه نادي شباب عنكاوه لحد الان ما مقصر باي شيء. يعني انا كمسؤول للاذاعه انه شكو شيء احتاج ضمن امكانياتهم المتاحه ما يرفضوا لي طلب يعني. جيد. فهذا الشيء جدا مهم انه اكو علاقه متبادله بين اداره الراديو وبين اداره النادي. جميل. فهذا يعزز يعني انه هم النشاطات، هم العمل المشترك، همنا اكو يصير تواصل بيناتنا دائما. هم عندهم افكار للراديو يضيفوها لنا. حلو. فيعني عمل بناء. ان شاء الله ما تصيرون في يوم ما في عوز مادي لا كاذاعه ولا كنادي. ان شاء الله. ان شاء الله. ديرنا اللخ عزيزة ريبين حكيم سهم قمايا طلب لي من ميقروثوخ وحكيلوخ بس نتاجات نشاطات ديدوخ جو مجالة يذاع إعلام دهن بين مقروطا خمنهرتا خشرح تا خزيانة يقربوت ما أتخ من نتاجات من شوتبياتها إسامات جو مجال كناشط مدني يعني في المجال الإنساني توعوي ثقافي وشركة. نعم. رامي مجال مجتمع مدني اكيد كمجال خنيله ومرتبط مجال الصحافه. ولو صحافه بيش اسقواث ثواب قال بلاخه، ولكن عمل مدني هم كبير جهد كبير منتي. طبعا. فاول بدايه بلاختا نحن قاوت بديوالي من مجموعه عليمه بلخلن بشعت تريلبو خديسر تريسر الت من منظمه دوليه كاتكا لمكافحه الادمان. بالاخير اللي تاخذ ادمان على المخدرات، على الكحول، على التدخين. ودنا تحالف تشكيل تحالف مجتمع عنكاوه وتحالف مجتمع سورتشي قاود اربيل. بالاخير بعض الصيدليات انه لا اثن يعني ادويه لك بيش مزبن بدون رشيد الدكتور. بالاخير من الدكاكين والكافتريات انه الشباب تحت سن 18 لا يولوا نرجيله، وودنا تثقيف شباب دخ مخاطر دراجيل وتدخين ميله. بعدين بالاخير اللي موضوع هم يعني مخدرات لثه بشكل كبيره، ولكن بالاخير هم التوعيه بمجال. بعض دخ بنت يدا بيد بالاخير القضايا الشبابيه عنكاوه وبسينا نقاو كبيره، وودنا يعني مشاركه كبيره فعال بمجال. بصرة بديري مجال الدراسات. الدراسة اللي برخلان اللي أراضي أنا اشتا صحفيين من منظمة حرية والسلام وباكس برخلان الأراضي نهلة. ودنا نخد دراسة كبيرة مفصلة من تشتغل برخلان إلا اتفاقيات ودنا كونفرنس تقريبا بحدود 8 وراقب مع الوثائق مع يعني حلول ومقترحات وتجارب كم نشوخلا. باثر ديخ بالخليخة دراسة خرطة اللي أراثت عنكاوة والفلاحين ومشاكل، وهم دراسة كبيرة مع وثائق وكم قد مخلط على الجهات المعنية بالخيلة. بالخلي من تريبوش 8 سنة من تريبوش واسر بشي عضو فرع أربيل تشكيل فرع أربيل بمنظمة حرية والسلام. أي لبن بلخو لتشكيل المنتدى الاجتماعي الكردستاني وبلخو من منظمات خلينا قاوت أربيل وكردستان طالت قضايا المجتمع. باثر الدغرابي بدينا قاوت منظمة ليخا من مجموعة من جوانق منظمة أربعيلو ندوة حوارية بين المرشحين الانتخابات تدهدوخ خلق ثقافة انتخابية ووعي وشمو من أني ناشد دم رشح جانو دم قبي جانو ما محضر يدو تبلخي قاد برلمان. هل إنه كذي ما تسيد شو البرلمان إنه برلمان خالب الحكومة جهة تشريعية لا ما تسبون قدمي ما برنامجه بدو ديله. هم فعلا يعني مشكلة يعني شركوا على قاوة حوار الشباب ثالثة تقديم حوار الشباب أربع بنياثة كردستان ودول وآخر بأربع لقاليات حكي والي مشاكل وقاوة الشرق الأوسط محضر والي خات كل جوانق من حضر والو كرداي منن.
بشاركوا علي من دولة عنبتاوي ضد خوط لاسي حقوق الاقتصادية والاجتماعية دورة مكثفة وكبيرة قاوة تونس معهد العربي لحقوق الإنسان كمنظموا على ثالث مجموعة من الناشطين من الوطن العربي. فأنا مشاركوا علي منه كممثل من العراق 4 نفر إخوة عن بعد بسبب جائحة كورونا. طبعا دورة مكثفة ويعني شغلها يوميا 8 ساعات دورات بلخ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد عمال دغدو حملات التشبيك كبيرة مهمة وياي. أخك ابن أمر بس ما كانوا خيني نشاطات يخلوا وعلى الشوي على مستوى عنكاوة ينقلين كردستان العراق وإنما على الشوي العراق كلها بس ما كانوا. لأن بعض إيه رابي بلخوانا اللي خا دراسة ودلن اللي بالخانة يعني بلاخة ويعني بلاخة مع مشاكل إتو ودخ هاي بنهض تطوير قوانين ضد عمل آخر وهم بدنا دراسة الأقليات مع مشاكل خازقات بلاخة آخر كبيرة مهمة وهي دراسة بشأن الشرطة. باثر درابي واللي بلخلي حملة التوعية ودور الهاوينا قام مبادرة مجتمعية بثرة بلقي قاوت حملة مناصرة اللي موضوع كبير مهم متعلق بالصحة جديدا اللي ضد نفايات يعني بخريطة بلخنا فكر قبل أن ترميها فاكر قم أيام ديت بيدو خلا أيام من ديت قاود أرى مقا بتبايش ومقا تخريوثة طبعا وما تستبيوت معالجة تقريبا يعني بلخنا سامة رابة من إدارة عنكاوة وبيغدوا خط تجربة يعني قاود عنكاوة هي على مستوى العراق. وإتن يعني مشاركات خلنا ولكن يعني أبرز مشاركاتي خلال أي فترة بلخلي قاود مشتغل. أبقى مجال كمخطانا يعني مدينة ناشط مدني ومسيرة طيبة من العطاء بس ما قالوا خيرت على منتهى أمينتها دائما. عزيزة فابيان ديروخ نرجع لحضرتك ومدري راديو عنكاوة لضمان الاستمرارية والنجاح والتواصل ما اتخذوا من أفكار مشاريع مستقبلية تنويعية تطويرية جو رسخالة. بالنسبة حاليا يعني الراديو في طور الصيانة والتعمير يعني نظهر مبنى الراديو بصورة حضارية أكثر تليق بمكانة الراديو واسم الراديو أيضا. بالنسبة الشيء اللي أطمح إلى للراديو إذا كنت أنا موجود بالراديو أو إذا كان غيري يتسلم المهام يعني أنه أنوي أن أعمل الراديو منصة على السوشيال ميديا يعني يصير بث مرئي. فهذا الشيء بالضبط هذا الشيء اللي أسعى إليه يعني حاليا. طيب بث مرئي وتبقى مصنفة أنه إذاعة راديو؟ بالضبط أي حلو. يعني النجاح يضاف لنجاحات الراديو أكيد. الأخرى. فهذا يحتاج لوقت ويحتاج لدراسة ويحتاج لك كادر أيضا ويحتاج لك أجهزة. ردت أسأل على المتطلبات للوصول إلى هذه يحتاج لكثير أشياء يعني كادر وأجهزة وقت بالضبط. يعني يحتاج لأجهزة أي نعم يحتاج لكاميرات يحتاج لمكسر يحتاج لمونتير يشتغل مخرج أكيد صار مرئي. فهذه من ضمن البرامج اللي نخليها حاليا يعني إنه قيد التطوير يعني هدف جميل فعلا رائع إن شاء الله توصلون إن شاء الله. فيصير عندنا بث متكامل إنه بث إذاعي وبث مرئي وإذا مستقبلا الله وفق الراديو إن شاء الله يصير بث فضائي يعني شنو صغير صار فضائية إن شاء الله ليش ما يصير إن شاء الله الشباب وجهود المنطقة هو الطموح أبد ما بيعيب وطموح جميل وفتشي رائع أكيد. بالعكس أنا نتمنى كل هذه الأهداف تتحقق إن شاء الله. وأيضا تعرف أنت كل مؤسسة إعلامية بها دورة برامجية أكيد. يعني عندك مثلا 6 شهور أو سنة أو سنة وشوية حسب طبيعة البرامج إنه تبدي تغير البرامج مالتك تشوف المتلقي شنو يحب أكثر شنو طبيعة الناس شنو متطلبات الناس الشارع شو يريد من عندك الناس شو تريد من عندك. بناء على هذه القراءات تقدر تستحدث برامج أخرى جديدة أكيد. أن توظفها للراديو حتى تخدم المنطقة وأهل المنطقة يعني هو هذا الهدف بالمحصل. وإن شاء الله يعني كل هذه الأهداف تتحقق إن شاء الله وتستاهلون كل خير فعلا. ناس مجتهدين ناس الشخص اللي يزرع أكيد يحصد أكيد. طيب داير المدري جيبو أخونا عزيزة ريبين يعني السؤال يعني يتعلق بوضع الشعب دي يعني أخني خرزة دي ليلة سياسية ليلة سياسي بس دناثة يعني أو طابع سياسي كعاور يدخل في عديد من القضايا يعني بين أمر أنه
في ظل دنا تطورات يعني احنا بخاير خكمة أثرواثة نعيش بدول أنه شهدت بالعقود الأخيرة رابع اضطرابات يعني إذا سياسية أو أمنية ما معود له أدى إلى أنه أو نزيف الهجرة شعب ديان بغزايتهم يعني سواء كشعب كأمته كأمة كسوراي كمشيحاي كمسيحيين شرقيين مرامرخ كجزء أصيل من مكونات شعب العراق. فبرأيه أخ ناشط مدني يعني وأنتو خرابة نشاطات وتجارب وممكن أبا طرابي ممكن تعطي رأيك بالموضوع قبل ما نختم. ما هي السبل الممكنة سواء على عاتق الحكومات على عاتق مؤسسات المجتمع المدني على عاتق التنظيمات السياسية على عاتق المؤسسة الكنسية قد ما صخ نحافظ على ما تبقى من وجود دين بدنا أثرواثا يعني عراقي إلى سوريا إلى لبنان إلى لبنان إلى نحافظ على ما تبقى من أفراد من شعب وأيضا من مؤسسات يعني بشكل عام لا أخرى التفاصيل. اي ربي بشكل عام حكوه مرحكوا العراق لانه الحكو العام يعني يختلف كم شيء حي مدن حي تنحيخ تاريخ كبيره غني اخر قاوت اي منطقه اكيد. قبل المسيحيه يعني قام بيشم شيء حي كشعب بفرم شيء حي وتاريخ بالضبط. احنا دا حاليا وضعا كمان خطه استراتيجيه هاو من حكومه وخطه جديه وهي طال الهيئه المشاركي مشاركه فعليه هاو من ممثلين جدا قاعد حكومه وليس فقط متويلو كشكل انه اني مشارك له لا لازم هاوي يعني مشاركه فعاله وهذا خطه استراتيجيه ده هو معالجه اني قضايا بريل واني نزاعات بريل ومناطق جديدا دق بشي معالجه جوده بشكل يعني كبيره هاوي فعليا قاعد من دي دتري رابي الناشط تمثيل دكو دينا فعليا لازم بيشي ناشي يسقي ناشي يدي ما أتو مشاكل يعني يدي ما يثنق على المجتمع وعايز ترحيله بالخي إله عمدي يعني خجزء إلى من حال ولكن يسقي فقط يتو هربش إن ليدي فعليا ما يثن بس يعني ما نشير له سابقا وترحيله لا قوانين بالاخص قانون الاحوال الشخصيه يعني داخلي كبيره مشاكل يثن اي من دي السرايا يعني قوميات اقليات يخازي مشكله بين من دي يعني قوانين يثن موجودة ودا حاليا حتى هو الدستور موجود لازم كبير له التطبيق كبير القوانين كبير له تشريع وتطبيق القوانين بالضبط وتعديل القوانين وتعديل القوانين كمثال يعني قد دستور العراق قلت الماده 125 الحقوق الاداريه والقوميه والثقافيه والشركه بس ما مشرع قانون بديه قد آثر بعد التطبيق تمام بالضبط ويثن العراق كبيره وتلا اتفاقيات دوليه يبن اخني شكله حقا من خلال يعني اتفاقيه ولكن لازم حاول نشر بالخي بمجال دغدي حملات مدافعه عن قضايا مطبيلو اللي يعني جهاته بالخي له بالاخير رابي كبن امر من دي مهم له اخني وجودي ذا قاود المناطق لاوي داخل مركز المدن كبيره قصه بش المثواثه بطلي ضروري للحكومه انه هاي له مشروع طالد أني دكواثا شوقي ناشي بيشي قاو ودي مراكز ودي دعميله من ناحية يعني دعميله من الناحية الاقتصادية دعميله مشاريع خدمات استثمارات ناشي بيشي إن هاي له ارتباط بين من دي بتبيشي إلا له ارتباطات بتبلطي تحديث البنى التحتية كبيرة من دي يعني حتى مراكز الدعم الاجتماعي طالوا الأفكار يعني تهيئة شباب إنه دورات وديلو اني من ديانه مهم يلوت على شوق اي وجود بيش لنا نقاود اثرا بايش ولا انه خجباني يعني ان بريلو من ديانه له قصه طالت يعني اكيد انا ماري يعني فرام اضطرابات سياسيه وامنيه اكيد خيلت الاخر نجربه كما ما صخاخ بيشان قاثرا وهذا خط عزيزا وناشرت الى براي اباني الى سندانه الى داعمين التواصل مستمر بخيلت على عزيزة ميقرا فابيان كبت أمرت يعني تحب تضيف خمدي بدو موضوع لو تحب مثلا تختم فت كلمة قبل ما تنتهي الحلقة تعقيبا على كلام الناشط والإعلامي ريبين حكيم تحياتنا له طبعا دور المؤسسات اللي ذكرتوها كلها دور جدا مهم في تثبيت الوجود المسيحي وأكو نقطة جدا مهمة ابعاد المسيحيين عن الصراعات الموجوده بالاقليم تمام. هذا الشيء جدا مهم يعني احنا اخر جوله ميدانيه رحنا الى قريه ارموطه بسبب القصف الايراني كان على احدى المواقع المعارضه لايران فكان وضع الاهالي يعني نفسيا وضع جدا متعب
شيء طبيعي. وكان يعني يعطوك فد بادره انه احنا منا ال10 سنوات ما راح نتبانع بالضبط، ينطوك فد انطباع، يعني انطباع مؤلم بصراحه. اكيد طبعا. فهذا الانطباع انت من تقراب مناطق تواجد المسيحيين، يعني شيء صعب جدا. يعني واحد من الاهالي يقول لي انا ما اريد لا مي ولا كهرباء ولا، بس خلي يوفرون لنا الامان، يبعدونا عن مناطق أكيد. النزاع والصراع. فدور الحكومات جدا مهم في تثبيت الوجود المسيحي وتحقيق العداله الاجتماعيه، انه انطي حقوق هذه الناس. الانسان شي يريد؟ انسان المسيحي او انسان بصوره عامه شي يريد؟ الامان، تنطي كامل حقوقه حتى يبقى بارضه، يبقى بمكانه. صح. انت من تجرده من حقوقه اكيد راح يفكر بالهجره. طبعا. يعتبر انسان انه ما محترم في بلده، فشي يسوي؟ يشيل نفسه ويطلع يهاجر. فعندنا امل انه يعني يحافظون على الوجود المسيحي، مؤسساتنا، كنائسنا، دور الحكومات جدا مهم ايضا. فهذه مقومات انه اذا يعملون عليها اكيد من يفكر بالهجره بعد. صح، هذا الشيء مهم جدا. بالنسبه لموضوع يعني احيانا الاعمال العسكريه الحدوديه، يعني بس احب اضيف انه وان قلت برنامجي بعيد عن السياسه، بس المشكله انه بعض التقاطعات اللي تصير عندنا مع بعض دول الجوار وتؤدي الى عمليات عسكريه، بصراحه كل المدنيين دا يتعرضون يعني اكيد لهذا الشيء من مختلف المكونات، وبضمنهم طبعا شعبنا اكيد، شعبنا قرانا على الشريط الحدودي مع الدول المجاوره، بعضها فرغت يمكن اكثر بسبب التهديدات النزوح يصير من القرى يعني. ايضا هذا سبب مهم، هذا مجحف بحق المسيحيين. معالجه هذه الامور فعلا تكون عامل مهم في البقاء والحفاظ على الوجود. أكيد. بالضبط. تحب تختم شيء كلمه اخيره؟ اختم بكلمه اخيره. تحياتي لقناتكم الموقره العراقيه السريانيه، تحياتي لك الاعلامي المبدع شكرا. عفوا شادع. تحياتي الى الاعلامي والناشط المدني ريبين حكيم اللي اقدس افكاره جدا، واحنا عندنا اعمال مشتركه بين الاعلامي ريبين وبين اذاعه عنكاوه بما يخص الحمله اللي تبناها قبل فتره وما زال مستمر عليها، ونثني على جهوده اللي هي حمله فكر قبل ان ترميها. ونطلب من باقي شبابنا المؤهلين إعلاميا وفكريا وثقافيا أنه يقتدون بهذه الموهبة الجميلة الحلوة الإعلامية اللي دائما نشوفها نشطة في كل المحافل، في كل المجالات، في كل المؤتمرات، في كل المهرجانات تشوف ريبين حاضر بهذه المكانات فعلا. فأكيد نوجه تحية لشبابنا ونوجه تحية للمبدع ريبين حكيم، وتحية إلى الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي، تحية من عندنا رئيس النادي داروين شمعون، تحية كبيرة حتى لا أنسى إلى قائم مقام قضاء عنكاوة السيد رامي نوري عوديش أكيد. اللي هو من مؤسسي إذاعة عنكاوة، هو من جميل. المؤسسين على فكرة. جميل. وأعتبرها أنه يعني أحسن خطوة قام بها أنه إنشاء منصة إعلامية في عنكاوة، راديو عنكاوة اللي يحمل اسم عنكاوة. أكيد. فهذه يعني بدنا نحصد ثمار هذا النتاج اللي صار بالمنطقة. أكيد كان ضيف كريم أيضا في هذا البرنامج. وأيضا أوجه تحية إلى منظمات المجتمع المدني في عنكاوة عموما اللي قسم من عندهم ساندوا الراديو وساندوا النادي بكثير أمور، تحياتنا لهم أيضا. وتحية لشبابنا وناسنا ومواطنينا في عنكاوة، وأقول أنه أبواب النادي وأبواب الراديو مفتوحة لكل المواهب الشبابية والطاقات اللي عندها إمكانية أنه تقدم فشي يخدم المنطقة ويخدم الناس، فأبوابنا مفتوحة وإحنا بخدمتكم. شكرا جزيلا. جميل جدا. تسلم عزيزي. تسلم. عزيزة ريبين كبت أمرت خمندي بخوتا مرابي هايتم بسيمة، وشكرا هم أخوانا فابيان يعني بي فترة دعم كبيرة طبعا ودورة جديدة كبيرة إيجابية للمطبوعية. قال كان ممارسة دورة كإعلامي مطبوعية حملات يعني مهمة لأختي كان عشتين بلخ ميدانيات المناطق على العلمة، وشكره كبيرة يعني جوان قد منا بلخي قاعد يعني حملات وداعمين له طبعا، وهم منظمات المجتمع المدني اتخا سامرة قاعد دعم جديدا. وختامك شكر نوخان وشكر هايتم بسيمة، وإن شاء الله بعد تعاون مستمر وهايتم بسيمة كبيرة. بسيمة أبخنا إلى واليثة إلى واجب إلن أبختنا هايتم بسيمة اتصورة أنه آمل مصيلا منطقة سلطة طوطة اللي أخو كشباب مخبطانة نشيطين وعواذتي تواذلة نقو مجال يذاع إعلام ينقو مجال المدني بس ما كانوا أخونا هايتم بسيمة صورا إلى من تيثى بالزودة طلع أخر بسيمة. شكرا. تاني قارة عزيزة أبختن خزيانا يقرأ هايتم بسيمة تشلخن عمان لغزيثت أها خلق من خرزة السوادة دي لنايا وهل خلق يا ثأثياني قبل الخبن وقارا بوش شينا وشلاما.